بكم فيديو جديد النهارده مقارنه ما بين شركه تايجر وما بين شركه شيبسي. يعتبروا دولت اكبر شركتين شيبسي في مصر يعني حسب ما انا جربت. فاحنا قلنا ايه نعمل مقارنه. احنا عملنا مقارنه ما بين بيست وسنتوب وجابت مشاهدات حلوه والناس كانت حباها يعني. فاحنا قلنا هنعمل مقارنه ما بين شركه تايجر وما بين شركه شيبسي. جبنا 5 اطعمه من ده 5 اطعمه من ده، هم نفس الاطعمه المشتركه ما بينهم، الكباب والشطه المولعه اللي هي حار نار في شيبسي يعني، وشطه وليمون والطماطم والجبن. فيلا بينا نبدا مع اول مقارنه معانا، وما تنساش تعمل لايك كالعاده. يلا بينا نبدا باول طعم معانا وهو الطماطم. يعني ده شكل اللي بالطماطم بتاع تايجر اهوت، وده شكل شيبسي اللي بالطماطم. بصوا بقى احنا هنحسبها بالنقط ومش هنتكلم على الاسعار خالص، عشان احنا جايين نشوف الطعم النهارده مع انهم يعتبروا نفس الاسعار يعني. هنشوف الطعم ان هو هنحسبها بالنقط، اللي هيفوز في جوله هياخد نقطه يعني. ده اول واحد معانا تايجر بالطماطم، هنفتحه ونشوفه. ده شكل الشيبسايه اهوت. يلا بسم الله. بص اول طعم معانا اللي هو تايجر ده، الصراحه الطماطم ذات نفسها مميزه عندهم، وبالذات اكتر حاجه بقى بتميز تايجر كلها الشيبس بتاعهم بيقرمش وطعمه كويس جدا جدا. وطعم الطماطم انا بقالي كتير ما جربتوش، الصراحه طعمه كويس جدا. يلا بينا بقى نشوف طعم الشيبس اللي هو بالطماطم ده. ده شكل الشيبس اهوت، يعتبر اكبر شويه من تايجر. ده شكله اهوت. يلا بسم الله. بص اول حاجه هنتكلم على شيبسي. طعم الشيبسي في شيبسي الصراحه طعمه كويس جدا جدا. الشيبسي مش ليش دعوه بالطعم، الطعم بقى الطماطم طعمه كويس جدا، وطعم الطماطم باين فيه اكتر من تايجر الصراحه واحسن يعني. اللي هو انت بتاكل طعمه كويس جدا، وتحس ايه بطعم احلى كده من تايجر شويه. تايجر طعمها كويس برضو جدا، بس هنا اول نقطه معانا هتروح لشيبسي. شيبسي الصراحه طعمه كويس وتفوق على تايجر في طعم الطماطم، مع اني كنت بحسب تايجر اللي هيفوز يعني. فيلا بينا نخش على الجوله الثانيه ونشوف تايجر هتعوض ولا لا. يلا بينا. انا المنافسه معانا ما بين تايجر وما بين شيبسي هي بالشطه والليمون. الصراحه انا بحب الطعم ده مع اني ما بحبش الحاجه الحراقه، بس الصراحه بحب تايجر اللي هو بالشطه والليمون. ما بجربش قوي شيبسي اللي بالشطه والليمون، بس احنا هنشوف النهارده يعني. على العموم ده سعره 5 جنيه وده سعره 6 جنيه عشان الاحجام يعني تبقى واضحه. يلا بينا نفتح تايجر. ده شكله اهوت، شكل العادي بتاع تايجر يعني. يلا بسم الله. بص اكتر حاجه بحبها في تايجر اللي هو بالشطه والليمون دي، اللي هو اكتر حاجه طعم الليمون بحس بطعمه، مش اللي هو شطه بس، لا شطه الشطه كده كده طعمها باين، والليمون برضو طعمه باين مع الشيبس كويس جدا بتاع تايجر. اللي هو يعني بيبقى ايه اتخن شويه من الشيبس بتاع شيبسي. بيبقى ايه ده اتخن بتاع تايجر، بيبقى اتخن شويه من شيبسي يعني. الصراحه طعمه كويس جدا جدا. فيلا بينا نجرب اللي هو ايه شيبسي اللي هو الشيبسي اللي هو بتاع شركه شيبسي. ده شكله اهوت، يعتبر التاني كان لونه فاتح وده لونه اغمق شويه عنه يعني. يلا بسم الله. عكس المتوقع شيبس الصراحه طعمها كويس جدا جدا في الشطه والليمون، ويمكن يعني هنا في الليمون باين كتير جدا، اللي هو انت حاسس بطعمه قوي وباين بالشطه. الصراحه طعمه كويس جدا، مكنتش اتوقع منه كده. تايجر برضو كويسة جدا، بس اللي مش متوقع بقى برضو اللي شيبسي بتاخد النقطة التانية. شيبسي الصراحة طعمها أحسن من تايجر، مع إني بحب شركة تايجر أكتر شوية من شيبسي. بس المرة دي إحنا هنقول الصراحة يعني شركة شيبسي فازت يعني بسنة بسيطة عن تايجر. هو إيه اللي هنا اللي ميز شركة شيبسي؟ اللي الليمون طعمه باين وطعم الشطة باين، ومع الشيبس يعني مع الميكس بتاعه الصراحه طعمهم كويس جدا يعني. يلا بينا نخش على اللي بعده. يلا بينا. تالت منافسه بقى اللي انا مش حاببها اللي هي بالشطه مولعه اللي هي من تايجر، وحر نار من شيبسي. يعتبر هما نفس الطعم بس باختلاف الاسماء يعني. يلا بينا نفتح تايجر ونشوف ايه نظامه، هل هيتفوق على شيبسي المره دي ولا لا يعني. وبص شكله احمر يعني ايه احمر خالص يعني. يلا بسم الله. ابص انا اكلت واحده بس من تايجر اللي هو بالشطه المولعه دي، شطه مولعه بجد يعني. الصراحه طعم الشطه طعمه كويس، لو انت بتحب الشطه يعجبك جدا جدا يعني. انا برشحه لك من قبل ما ادوق التاني. فيلا بينا بقى ندوق اللي هو بتاع شيبسي اللي بالشطه المولعه. ده على العموم سعره 6 جنيه. ده شكل الشيبسايه برضك اهوت. يلا بسم الله. هو بص اتضحت النتيجة من أول ما دقت أول واحدة من شيبسي. الصراحة طعم شيبسي أبرد بكتير من تايجر، فكده احنا بنقارن طعم شطة مولعة وحر نار وكده يعني. فاحنا تايجر هتفوز كده، يبقى النتيجة 2-1. الصراحة طعم شيبسي طعمه كويس وكل حاجة، بس أنا أصلا ما بحبش الشطة، وكده كده لو هروح أشتري مش هشتري الاتنين دول، بس احنا هنا بنقارنهم يعني. الصراحة طعم الشيبسية بتاعت شيبسي كويس، وطعم الشطة ده هيعجبك برضك، بس ده أحر منه بكتير جدا يعني.
فيلا نخش بقى مع رابع منافسه معانا، يلا بينا. رابع منافسه معانا ما بين شيبس وتايجر اللي هم بطعم الجبنه. الصراحه اكتر طعم الناس بتشتريه هو طعم الجبنه، فهي منافسه قويه جدا. فيلا بينا ندوق تايجر الاول. يعني افكركم النتيجه 2-1 يعني لشيبس. ده شكل الشيبسايه اللي احنا متعودين عليه، هو شكله مصفر شويه يعني. يلا بسم الله. بص كل اللي انا اقدر اقوله لك اللي طعم شيبس اللي هو بالتايجر اللي بالجبنه ده طعمه كويس جدا جدا وهيعجبك. طعم الجبنه باين، طعم البصل برضو باين عشان تبقى عارف، بس مش باين قوي اللي هو يضايقك. الصراحه طعمه كويس جدا، كويس جدا يعني. بص هو في الاتنين طعمهم كويسين جدا في الجبنه، فاحنا هنشوف مين الافضل يعني الوقت. يلا بينا بقى نفتح شيبسي. ده شكله اهوت. يلا بسم الله. بص انا اول مره احتار اللي انا في مقارنه شيبسي اللي انا افوز مين على التاني يعني الصراحه. وبص تبعك انت يعني بص هنا تايجر طعم الشيبسي طعمه كويس جدا، الشيبسيه ذات نفسها. وانا بقول لك هنا الشيبسيه بتاعه تايجر افضل من الشيبسيه بتاعه شيبسي كشيبسيه لوحدها بدون اطعمه. طعم الجبنه هنا طعمه كويس، وطعم بس هنا بقى في سنه البصل باينه شويه. امال هنا طعم الشيبسي في شيبسي طعمه كويس جدا، والشيبسيه طعمها كويس برضو. بس هنا الجبنه طعمها تحس اللي هو طعم محلو كده، طعمها حلو. البصل مش باين قوي، هي جبنه متبله مش كاتبين هي دي جبنه برضو متبله يعني. الصراحه الاتنين طعمهم كويس جدا. هي تبع ما انت يعني. انا لفيت على البيت كده وسالتهم، في اللي قال لي اللي تايجر احسن من شيبسي، وفي اللي قال لي شيبسي احسن من تايجر. فانا همشيها على حسب ما انا عاوز يعني. انا بالنسبه لي شيبسي افضل بسنه بسيطه جدا، اللي هي شيبسي تحس ان انت بتاكل شيبسي حاسس بطعم الجبنه او اكتر من تايجر. بس على العموم في اللي بقى بيحب تايجر، انت ممكن تعتبر النتيجه الوقت 2-2 او ممكن تعتبرها 3-1 لايه لشيبسي. فهي انا مش قادر اقول لك اللي هو بالظبط، بس انا بالنسبه لي كافضل هاكل شيبسي يعني الصراحه. فيلا بينا نخش مع اخر مقارنه معانا. يلا بينا يلا بينا. اخر منافسه معانا بالكباب ما بين تايجر وشيبسي، الاتنين نفس الحجم يعني ونفس السعر، سعره 5 جنيه يعني. يلا بينا نفتح تايجر. ده شكلها اهوت. يلا بسم الله. هو بص يعتبر انا عرفت مين اللي فاز من دقة طعم الكباب الصراحه. شيبسي تايجر الصراحه طعمه كويس جدا جدا. هو بالكباب ده طعم الكباب باين قوي، والشيبسايه معاها اللي هي شيبسايه اتخن وافضل يعني. هنا الشيبسايه بتاعه تايجر عشان نبقى عارفين في المجمل يعني، شيبسايه تايجر احسن من شيبسي، طعمها كويس جدا جدا، وتبقى تحس ان هي اكبر وبتقرمش اكتر يعني. يلا بينا بقى نفتح شيبسي اللي هو بالكباب برضه. ده شكلها اهوت، دي واحده صغيره يعني. يلا بسم الله. بص عكس ما توقعت لما كنت بحسب شيبسي تايجر قصدي هتفوز بالجدارة وهيبقى طعمها كويس جدا، لا شيبسي طعمه كويس وطعم الكباب باين فيه وكويس جدا وباين طعمه كويس جدا يعني. بس تايجر تفوز بسنة بسيطة. هو بص برضو كنت لبخت في ديت برضو يعني، اللي هو انا مش عارف مين يفوز على التاني، فسألتهم في البيت قالوا له يعتبروا نفس الطعم في نفس القوة يعني، بس تايجر يفوز بسنة بسيطة. وبالنسبة له برضو ديت يعني الصراحة طعمه كويس تايجر، وافضل من شيبسي بسنه بسيطه كده. النتيجه بالنسبه لي مجملا يعني 3-2 لشيبسي. تايجر الصراحه طعمها كويس. انت بص انت لو فوزت طعم الجبنه بتاع تايجر على شيبسي فهي هتبقى النتيجه 3-2 لتايجر. بس هي اذواق في النهايه يعني، اللي هو طعم الجبنه ده اللي اختلفت فيه جامد قوي، في اللي بيقول طعم تايجر احسن وفي اللي بيقول شيبسي احسن. بس انا باخد في الاخر برايي في النهايه يعني. بس ببقى عاوز اعرف هل انا حاسس بنفس الحاجه ولا لا يعني. بس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده، فمتنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وبس كده. سلام.